السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ طبعا اليومين اللي فاتوا الامور ما كانتش احسن حاجه ما بين جمهور النادي المصري والنادي الزمالك بسبب الاحداث اللي حصلت في مباراه المصري والزمالك في الجوله الرابعه من بطوله الكونفدراليه الافريقيه. عايز اوجه بس رساله للجمهور المصري. طبعا انا عارف ان جمهور نادي الزمالك في الماتش الاولاني هو اللي بدأ بالشتايم. ما كانش الجمهور المصري حاضر بعدد كبير في المباراة، وجمهور الزمالك هو اللي بدأ بالشتايم. وشفت فيديو لعيل صغير رفع الجزمة في وش الجمهور المصري وقعد يقول لك بلد البلد ما جابتش رجالة، والناس الكبيرة اللي كانوا واقفين حواليه محدش فيهم رفع يعني او قال له كلمة مثلا قال له عيب، مفيش. كنا في الماتش التاني يعني انا سألت ناس من اللي كانوا حاضرين الماتش قالوا لي يا كابتن احنا رحنا بدأنا الماتش كنا بنشجع، جمهور الزمالك هو اللي بدأ الشتايم. لكن الفيديوهات اللي انا شفتها برضو حصلت لما كان جمهور الزمالك رفع الموبايلات والكشافات في الدقيقة 74 ان الجمهور المصري كان بيشتم، لكن ما كانش بيشتم شهداء الاهلي او ضحايا الاهلي، ما كانش بيشتمهم، كان يعني بيردوا على شتايم جمهور الزمالك لما كانوا رافعين الكشافات. لكن الاعلام الرياضي والصفحات الرياضيه بتاعت الاهلي والزمالك على السوشيال ميديا عمرها ما هتصدقنا، ولازم نكون مقتنعين بده قوي. محدش هيقف مع النادي المصري غير ربنا بس وجمهوره، فمهما حاولت ان انت تقنع فيهم مش هيصدقوك، لان هم عندهم قوه اعلاميه للاسف واقفه معاهم. انت مش هتعرف تقف قدامهم الا ربنا هو اللي واقف معانا بس. فانا بطلب من جمهور النادي المصري حاجه مهمه جدا، ان احنا نرد عليهم في التعليقات او ننزل منشورات نشتمهم، والكلام ده مش هيجيب نتيجه نهائي. او ده ترفع قضايا عليهم وده يرفع قضايا عليهم، مش هيجيب نتيجه برضه. طب احنا المفروض نرد عليهم ازاي؟ هقول لك انا احسن حل ان انت ترد عليهم بيهم ان انت تقف جنب فريقك. النادي المصري الفتره ديت من السنه اللي فاتت السنه دي مستر جمال ابو علي بيحاول ان هو يبني فريق قوي قادر ان هو ينافس على الدوري، بطوله الدوري المصري وكل البطولات خلال السنين اللي جايه. يبقى انت كمشجع اقف جنب فريقك، ابني فريقك، خليه واقف على رجليه، ومالكش دعوه باي حاجه هتحصل حواليك، لان في ناس كتير من الرياضيين المشهورين مش عايزين النادي المصري يقف على رجله، ولازم ناخد بالنا قوي من الكلمه دي. في ناس كتير مش عايزه النادي المصري يقف على رجله وينافس على البطولات مع الاهلي والزمالك. لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، ما نديلهمش فرصه. اقف جنب فريقك، شجع فريقك فقط، ما تروحش تشتم حد، لان الكل هيجي عليك انت. ما تقولش اصل هما بيشتمونا، يعني رد عليهم بطريقتك، رد عليهم ان انت تبني فريقك وتقف جنب فريقك عشان يقف على رجليه ويقدر ينافس تاني على البطولات ويرجع النادي المصري قوي، لغايه ما ان شاء الله نرجع على الاستاد بتاعنا ويشوفوا قوه جمهور النادي المصري على حق. فانا بتمنى من جمهور النادي المصري عدم الانسياق ورا صفحات ان انا شايف وجهة نظري اللي بيديرها عيال صغيرة مش فاهمة ولا عارفة يعني ايه بورسعيد. بلاقي بوستات بجد بتضحكني، وفي نفس الوقت بزعل ان الجيل اللي طلع الصغير ده مش عارفين يعني ايه بورسعيد وتاريخ بورسعيد القوي. لان شفت صفحة مش فاكر صراحة اسمها، ان هي في صفحات كتيرة اساميها غريبة مش بتاع الكورة اصلا، كاتب ايه بورسعيد دي وتاريخها ايه. ياه، مش عارف تاريخ بورسعيد؟ لا، يبقى دي مشكلة عندك. فالجاهل اللي زي ده ما يتردش عليه يا جماعة. اقف جنب فريقك، شجع فريقك، سند فريقك، سند لعيبتك في الهزيمة قبل الفوز، لغاية ان شاء الله ما نرجع تاني نقف على رجلينا ونبني الاستاد والمشروع الاستثماري اللي مستر جمال ابو علي هيعمله، اللي هيصرف بيه على النادي ويكون قوه ماليه كبيره للنادي المصري يصرف بيه على نفسه. بالنسبه للكلام اللي قاله الكابتن احمد شوبير، يعني ده عايز له فيديو لوحده الصراحه، لان احمد شوبير يعني مش عايزين نتكلم، لكن ده هيتعمل له ان شاء الله، هعمل له فيديو تاني وهيتكلم عن احمد شوبير وتعليقه على احداث مباراه المصري والزمالك. بشكركم. لو في اي تعقيب على كلامي انا مستعد اسمع الاراء كلها. شكرا لكم.